دي أبها محققة مش سهلة، وحلم حياتها تخلص من كل المجرمين اللي في بلدها، وعلشان تعمل كده قررت إنها تشغل دماغها وعملت خطة علشان تخلص على كل أعدائها. فيا ترى هتقدر تعمل كده ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه في السيناريو بتاع النهاردة. وقبل ما نبدأ فيلمنا عايزكم تصلوا على النبي لأن ده أهم حاجة عندنا، ويلا بينا نبدأ. والسيناريو بيبدأ في السوق مع رجالة الوزير بابلو وهم بيجروا ورا راجل عجوز رفض يبيع لهم الأرض بتاعته. بعد كده بنروح للمحقق سينغا واللي بيكون شغال فاسد ومرتشي وشغال تبع الوزير بابلو. بعدها بيروح له والوزير بيأمره يخلي باله من رجالته ويظبط له الدنيا علشان الانتخابات قربت وهو لازم يكسبها. فبيقول له سينغ ما تقلقش، كده كده انت هتكسبها، بجانب لما هتنزل الشارع هتشوف قد ايه الناس بتحبك وبتعشقك. بعدها بنشوف دابلو واللي بيكون اخو الوزير وبيكلم سينغ وعرفه ان في واحد من اهل المكان رافض يبيع لهم الارض بتاعته وبيطلب منه يتصرف معاه لانه مش فاضي للكلام ده. فبيقول له سينغ بس كده انت تؤمر، وفعلا مش بيكذب خبر وبيقبض على صاحب الارض وبيلفق له قضيه ومن خلالها الارض هتروح للحكومه. بعدها الوزير بابلو هياخدها من الدوله، وبنعرف انهم بيسعوا انهم يشتروا كل اراضي الناس علشان عايزين يعملوا مشروع كبير وهيكسبوا من خلاله فلوس كتير. بعد كده بنروح للمناضل والسياسي جاغو وكان بيخطب في الناس وعرفهم انهم لازم يقفوا ضد الظلم وما يبيعوش ارضهم لاي حد لانها ملكهم. في الوقت ده بيوصل زعيم العصابه باندي واللي بيبقى شغال تبع الوزير بابلو هو كمان، وبيعرف الناس ان صاحب الارض باع لهم ارضه بالتراضي وبقت ملكهم دلوقتي واللي عنده حاجه يعملها. ساعتها جاغو بيكلم المفتش العام وعرفه اللي حصل، واللي على طول بيكلم سينغ وطلب منه يروح يشوف اللي بيحصل ويحل الموضوع ده ويقف جنب الناس. ولما بيوصل هناك بيلاقي دابلو واللي بيعرفه انهم اخدوا حكم من المحكمه بملكيه الارض، وطبعا سينغ بيكون تبعه ومطبخينها سوا، وعلشان كده بيمشي الناس اللي في المكان وعرفهم ان الارض دي بقت ملك الوزير ومفيش حاجه في ايده يعملها. وطبعا الكلام ده بيوصل للمفتش العام ومش بيعجبه اللي حصل، وعلشان كده بيصدر امر بايقاف سينغ عن العمل وبيبلغ المكتب انهم يسرعوا القرار. واثناء وهو مجتمع مع رجالته بيديلهم دروس توعيه وانهم لازم يكونوا شرفاء وسيرتهم كويسه. وبيجي امر الايقاف بس المفتش العام بينصدم من القرار لانه بيلاقيه قرار نقل ليه لولايه تانية. وبنعرف ان سينغ استغل علاقته مع الوزير بابلو وخلاه يطير المفتش العام. في الوقت ده بنشوف بابلو وهو واقف مع رئيس الوزراء شودري وبيكونوا فرحانين انهم نقلوا المفتش العام لانه كان مسبب لهم مشاكل في المنطقه وما كانوش عارفين يشتغلوا باريحيه ولا عارفين ينجزوا اي مهمه بيعملوها، بس بيطمنوا ان الفتره اللي جايه هتبقى كلها خير عليهم وهيقدروا يكسبوا فلوس كتير، وده من ورا الخطوات اللي هيعملوها. بعد كده بنعرف ان رئيس الوزراء عين مفتش عام جديد واللي بتبقى بطلتنا ابها وبتروح تسلم عليه وبتعرفه انها مبسوطه علشان تم اختيارها للمهمه دي. وبنعرف ان رئيس الوزراء اختارها هي مخصوص علشان هي بنت مسكينه وغلبانه ومقطوعه من شجره وملهاش حد غير والدتها، وهي بتطمنه انها هتعمل المستحيل علشان تشرفه. واثناء وهي ماشيه بالعربيه الطريق كان واقف، وبنعرف ان اللي عاملين كده هم رجاله بابلو لانهم بيعلقوا اليوفط بتاعته لان الانتخابات قربت. وهي بتنزل تزعق لواحد من رجالته وبتطلب منه يشيل اللي هم بيعملوه ده فورا ويمشوا من هنا علشان الطريق واقف. فبيقول لها انت ما تعرفيش احنا مين، احنا تبع الوزير. فبتقول له بس كده وبتؤمر رجالتها يقبضوا عليه. بس بيجي خبر للوزير بابلو باللي حصل واللي على طول بيروح للمكان ومعاه بوكيه ورده وبيديه لبطلتنا وبيهنيها على المنصب الجديد، بجانب انه بيطلب من رجالته انهم يتاسفوا لها وبيعرفها انهم لسه ما يعرفوهاش وبيأمرهم انهم يعلقوا الحاجات دي بالليل لما الدنيا تبقى هاديه. وبنعرف انه عمل اللقطه دي علشان يكسب نقطه عندها. بعدها بتوصل ابها المركز وبتجمع كل رجالتها وبتعرفهم بنفسها وبتقول لهم انها تعمل اقصى ما عندها علشان تخلي المدينه هنا تبقى في احسن حال والناس تعيش في امان وسلام وتقضي على البلطجيه والاجرام. فبيقول لها سانغ بس اللي انت ما تعرفهوش ان المدينه هنا عايشه في خير وسعاده ومفيش حد متضايق من حاجه. فبتقول له انت اخر واحد يعلمني شغلي وانا جايه هنا وعارفه ايه اللي بيحصل وايه اللي بيدور كمان ومش مستنيه واحد زيك انت بالذات يعلمني حاجه. في الوقت ده بنشوف زعيم البلطجيه باندي وبيوصل حديقه وبيطلب من الناس انهم يمشوا منها لانها بقت ملكيه خاصه وهم اشتروها. فواحد بيقول له انت بتقول ايه، دي تبع الدوله ومن حقنا ان احنا نقعد فيها. فبيقول له الكلام ده كان زمان، دلوقتي الارض دي بقت بتاعتنا. ولما الراجل والناس اللي معاه بيرفضوا يمشوا بيضربوا الراجل بالقلم وبيخلوهم يمشوا بالعافيه. بعدها بيطلعوا الناس على المركز وبيعرفوا ابها باللي حصل، بس سينغ حاول يداري على باندي وعرف ابها انه بعد ما ضرب الراجل بالقلم اعتذر له ومفيش داعي انهم يكبروا الموضوع. فبتقول له ابها هو بسهوله كده يضرب الراجل ويعتذر له والموضوع يعدي كده بسلام، وبتؤمر بالقبض على باندي. ساعتها بنعرف ان الوزير بابلو اتفق مع باندي انه
هيسلمه للشرطة علشان يكسب بونت عند الناس وتحبه وينتخبوه، وفعلا بيعمل كده. بعدها بيكلم أبها وبيشكرها لأنها كانت السبب في إن الناس تحبه وترجع ثقتها فيه من تاني. بس بعد كده بنكتشف في المحكمة إن الشخص اللي انضرب بالقلم بيغير أقواله وبيعرف القاضي إنه مش فاكر مين اللي ضربه لأنهم كانوا كتير ومش عايز يظلم بندي. وبنعرف طبعا إن الوزير هدده إنه هيخلص عليه هو وأسرته، وده لو ما تنازلش عن القضية. وفعلا بندي بيخرج منها ورجالته بيحتفلوا بيه في الشوارع. بس واحد بيشوف بنت واقفة في البلكونة وبتزغلل عينه وبيروح يقول لأبوها إنه عايز بنته ليلة واحدة، وهنا أبوها بيزقه. بس الراجل ده مش بيكتفي بكده وبينزل على العجوز وبيهينه، ولما بنته بتنزل وبتحاول تساعده بتنضرب هي كمان وكرامتها بتتهان. بس ما يعرفوش إن في المكان وحش فتاك اسمها أبها، يعني هتطلع على جسم العصابة اللي جاي واللي فات، وبتنزل على الشاب ده ضرب يمين وشمال وبتخلي رجالتها يقبضوا عليه. وبتروح تطمن البنت إن الدنيا لسه بخير وهترجع لها حقها. وطبعا الكلام ده بيوصل للوزير، واللي على طول بيروح لرئيس الوزراء وبيعرفه باللي حصل، وبيقول له البنت دي لازم نمشيها من هنا لانها هتعطل شغلنا. فبيقول له رئيس الوزراء صعب في الوقت الحالي لان حركة النقل واقفة بسبب الانتخابات. ساعتها بتوصل ابها عندهم وبيتكلموا معاها بطريقة هادية، وده علشان يكسبوها في صفهم، وبيعرفوها ان الرجالة اللي نازلة فيهم ضرب دول يبقوا رجالتهم. وبصراحة غلط قوي اللي هي بتعمله ده. فبتقول لهم انا معرفش حد في شغلي، وماشية بمبدأ اللي يخالف القانون لازم يتعاقب، ومش بيقدروا يوصلوا معاها لأي حاجة وبيبقوا مستغربين ازاي هي عندها الجراءة دي كلها. بعد كده بنشوف أبها وهي عند الراجل اللي اتقبض عليه وبتقول له انت كده كده هتتحبس مش اقل من 12 سنة، وده بسبب اللي انت عملته، بس انا في ايدي اطلعك من هنا لو اعترفت على اللي دابلو وبابلو بيعملوه. بعد كده بيجي يوم المحاكمة وبنشوف بندي وهو بيدي ورقة لواحد من العساكر، وده علشان يوصلها للمتهم، وبيقرأ الورقة وبيعرف ان في خطة علشان يطلعوه بيها. وقبل ما يتكلم في المحكمة بيحصل انفجار وبيقدر المجرم يهرب، بس أبها بتشوفه وبتجري وراه في شوارع المدينة. وفجأة بندي بيدي المجرم سلاح مفهوش غير رصاصة واحدة وكمان مزيفة وبيضربها على أبها، وفي نفس الوقت السنغ كان موجود وبيضربه بالنار وبيخلص عليه. وأبها بتقول له مين اللي قالك تقتله؟ فقال لها إنه كان بيضرب عليها نار وما كانش قدامه حل غير كده. وفي المركز أبها بتقول لسنغ أنا عارفة أنت شغال إيه ومع مين، بس أنا بحذرك الناس دول ما عندهمش حد غالي عليهم، ولما يخلصوا استغلالك هيقتلوك زي أي حد. ساعتها دابلو كان عند الفلاحين وبيقنعهم يسيبوا الأرض وإنهم هياخدوا فلوس كتير. بس بنت اسمها سميتة بتقول له طب وهنعمل ايه بعد كده لما تاخدوا الارض بتاعتنا؟ فبيقول لها ما تقلقيش شغلك عندي، بس بترمي الميه عليه وهو بيتعصب وبيقول لها انا هعرفك ازاي تعملي كده. وبيبعت لهم الشرطة على البيت وبيخليهم يقبضوا على ابوها. وابنه راجش بيشوف اللي حصل وبيروح بسرعة يقول لاخته، واللي بتسيب شغلها وبتروح على القسم تشوف ابوها وبتتحايل على سنغ علشان يديلها فرصة تانية، وبيقول لها معاكي اسبوع علشان تمضي وتبيع الارض. بعد كده دبلو بيروح لسانغ وبيقول له احنا مستعجلين على الارض وانت بتدي للناس فرصة، وبيقول له ان التأخير مش في صالحهم. في الوقت ده سميتة وابوها بيروحوا السوق وبيلاقوا واحد بيوزع فلوس على الناس علشان حالهم يتحسن، بس دبلو بيوصل وبيمسكوا يضربوا قدام كل الناس لان بسبب اللي بيعملوا ده الناس مش هتبيع ارضها، وبيقول لهم ان دي اخر فرصة ليهم. وبالليل ابو سميتة كان بيشكي حاله لاصحابه وبيقول لهم انه مش عارف يتصرف ازاي، وتاني يوم بيلاقوه انتحر قدام باب السوق. وجاغو بيقول ان دي مش اول حالة انتحار بسبب اللي بيعملوه وانهم لازم يقفوا ضد الظلم بكل قوتهم. وفي الاجتماع بنشوف ابها وجاغو ومجموعة من السياسيين ومفيش حد كان شاغل دماغه بموضوع الانتحار، وان في 12 واحد انتحر لحد دلوقتي. وجاغو بيوجه الكلام لابها وبيقول ان الشرطة مشغولة في حاجات تانية. بعد كده بتطلع ابها عند بيوت الفلاحين وبتطلب انها تقابل اهالي الناس اللي انتحروا، وبتعرف انهم بيبيعوا الارض بتهديد من رجالة دبلو. وابها بتقول لسميتة ما تبيعش ارضها وبتدي لها رقمها علشان لو حد من رجالة دبلو هددها تتصل بيها على طول. وبتقول للظابط امرت يروح يقبض على دبلو وانها عاوزة تتكلم معاه. فامرت بيقول لها ده اخو الوزير ومش هينفع، بس بتقول له بسبب امثالك الناس بتفقد ثقتها في الشرطة وبتخليه ينفذ الاوامر. وامرت بيسمع الكلام وبيروح عند دبلو وبيقول له ان ابها عايزاه في القسم، بس بيقول له انت بتخرف ولا ايه؟ روح قول لها انه مرضيش. وامرت بيقول له انه لازم يروح معاه، بس دبلو بيتعصب عليه وبيقول له انت مش عارف مين اللي ملبسك البدلة دي ولا ايه؟ يلا.
بيضربه بالقلم وبيطرده من البيت، وأمرد بيكون اتهان على الآخر وبيرجع المركز وبيقول لسنغ والباقيين على اللي حصل، وسنغ بيتعصب وبيقول إنه ما كانش ينفع يمد إيده على البدلة، وأبها لما بتعرف بتاخد القوات وبتروح لمكان دبلو، وبنشوف الضابط نارن واللي بيكون شغال مع الوزير هو كمان، وبيتصل بيه وبيقول له إن أبها رايحة لأخوه. ساعتها كانت وصلت السوق لكن بيكون فاضي، وفجأة رجالة دبلو بيطلعوا عليهم بالطوب وبيولعوا في عربية الشرطة، بس أبها بتنزل فيهم وبتديهم وبتطلع عينيهم ومش بترحم أي حد فيهم. حتى سنغ بيحس بالإحراج وبيدخل يساعد أبها وبيضرب العصابة لحد لما بيهربوا من المكان. بعدها بيطلع سينغ عند بابلو وبيشتكي له من اللي بيعمله اخوه، وبيقول له مره يولع في المحكمه ومره يضرب ضابط شرطه، كده الموضوع ما بقاش حلوه. فبيقول له دابلو انت ما عدتش شايف شغلك كويس ورصيدك قرب يخلص عندي ونهايتك هتبقى مش حلوه. وبابلو بيقول له اعمل حسابك اللي مش بيشوف شغله معانا ويبقى طوع لينا احنا بنشوف حد غيره، وللاسف مش بنرحمه ولا بنسيبه. بعدها بيرجع سينغ البيت وبيفكر في المشكله اللي هو فيها ومش بيعرف ينام من كتر التفكير، وبيروح يقابل سوميتا وبيطلب منها لاخر مره تمضي تنازل عن الارض وهم هيدوا لها حته غيرها، وبيقول لها تروح تشوفها الاول. وسوميتا واخوها بيروحوا بس بيلاقوا الارض كلها صحراء وصخور ومش هتنفع لحاجه، ومش بترضى تتنازل عن الارض، وبيبعت اتوبيس خاص بيه وبيخطفوها وبيسيبوا اخوها راجش في الصحراء وبيجري وراهم. ساعتها ابها بتعرف وبتوصل مكان الارض علشان تحقق في اللي حصل، ومحدش بيكون عارف حاجه، وبيجي لها اتصال من القريه انهم شافوا سنغ عندها الساعه 2 بالليل. فبيقول لها سنغ ان ابوها انتحر بقاله كام يوم وانا كنت بطمن عليها، بس ابها مش بيدخل دماغها كل الكلام ده، وبتقول له انت موقوف عن العمل وجهز نفسك للتحقيق. وهو بيكون اتأثر باللي حصل للبنت وبيطلب فرصة واحدة بس يصلح اللي عمله، لكن ابها بتقول له ان الشرف لما بيتباع مش بيرجع بسهولة. وبالليل بيعملوا كمين وبيفتشوا كل العربيات، وسنغ بيجي له اتصال وبيعرف انهم لقوا راجش وبيطلب منهم محدش يقول لابها على مكانه، وسنغ بيروح يقابله وبيحضنه، وبيتصل على بابلو وبيقول له ان اخوه خطف البنت واللي بيعمله ده غلط، بس بابلو قال له ايه المشكلة طالما ده هيخليها تتنازل عن الارض. ساعتها دابلو بيوصل لمكان البنت وسنغ بيتصل عليه وبيقول له يرجعها احسن علشان ما تحصلش مشاكل كبيرة، وانه لقى اخوها وممكن كل حاجة تتغير. في الوقت ده سوميتا بتضربه برجلها وبيتعصب عليها وبيقفل المكالمة، وسنغ قال لبابلو ان لو البنت حصل لها حاجة مش هيقدر يسامح دابلو. بعد كده بنعرف ان دابلو اعتدى على البنت وقال لها عرفتي انا اقدر اعمل ايه، بس بتقول له برضه انا مش هتنازل عن الارض حتى لو قتلتني. وتاني يوم الصبح وسنغ وراجش راجعين القرية بيلاقوا سوميتا مشنوقة في نفس المكان اللي مات فيه ابوها، ولما بتوصل ابها بتقول له ذنب البنت دي في رقبتك انت، فبيقول لها انا ما قدرتش انقذها بس مش هسيب اللي عمل فيها كده. بعد كده سنغ بياخد راجش لواحد صاحبه اسمه جسوى وده علشان يعيش معاه ويكمل تعليمه. بعد كده سنغ بيروح للمكان اللي قاعد فيه دابلو وعرفه انه مطلوب القبض عليه لانه متهم انه اعتدى على البنت وقتلها، وبيطلب منه يروح معاه المركز بهدوء. بس طبعا دابلو مش بيقوم بالساهل وبيقول له انت نسيت نفسك يالا، انت الكلب بتاعنا يعني تقول حاضر ونعم وتنفذ اي حاجه نقول لك عليها. ولما واحد بيحاول يتصل بالوزير سنغ بياخد منه التليفون وبيكسره وبيشد دابلو على بره علشان ياخده على المركز، بس دابلو بيوقفه وبيمسكه من هدومه فبيقول له سنغ شيل ايدك، ولما مش بيرضى سنغ بيضربه بالقلم وبيبهدله وبيهين كرامته قدام الناس كلها. وقتها راجش كان واقف وشايف كل حاجه وبيسحب حزامه وبيروح يخنق دابلو، والناس كلها كانت بتتفرج عليه ومحدش بيتدخل، حتى الشرطه مش بترضى تعمل حاجه لحد لما بيقدر راجش انه يخلص عليه، بجانب ان الناس بتمسك باقي رجالته وبينزلوا ضرب فيهم لحد لما بيخلصوا عليهم وبيشنقوهم على نفس الشجره اللي اتشنقت عليها البنت. والناس كلها بتتفق ان محدش يعترف على حد، وبيتفقوا كمان ان اي حد من رجاله بابلو هيجي على المكان هنا هيخلصوا عليه زي ما عملوا في دابلو ورجالته. ساعتها أبها كانت أخدت خبر باللي حصل وطلعت على المشرحة وطلبت من الدكتور يديلها تقرير عن الحالة، وبتسأله القتل اللي حصل الأول ولا الشنق، فبيقول لها كل المعلومات دي هوصل لها بس محتاج وقت. ساعتها بيوصل بابلو وبيكون مش مصدق اللي حصل لأخوه وبيفضل يعيط علشانه وبيحلف إنه هينتقم من اللي عمل فيه كده، وبيطلع على المكان اللي اتشنق فيه وبيفضل يتفرج عليه وبيسأل الناس مين اللي عمل في أخوه ورجالته كده، بس طبعا محدش بيرد عليه وهو بيقول لهم الحركات دي مش عليا أنا،
وبيوعدهم ان كلهم هيدفعوا الثمن غالي، لان اللي مات ده مش مجرد اخوه، ده ابنه اللي ما خلفهوش. في الوقت ده ابها كانت ماسكه رجالتها ونازله فيهم زعيق بسبب اللي حصل، لانها كانت عايزه تطبق القانون والمجرم يتحاسب. وبالليل بنشوف نارين وهو واقف مع واحد وعرفه كل حاجه حصلت، بس كان في واحد بيراقبهم وبيكون تبع المحقق امرت، وبيبلغوا بكل حاجه، وبيقدروا انهم يمسكوا الشخص اللي قال لنارين على الحكايه وبيضربوه. في الوقت ده نارين كان عند بابلو وبلغوا اللي حصل، وعرفوا ان سينغ كان موجود في السوق وقت الحادثه، بجانب ان في حد تبعهم حكى له اللي حصل، ولما بيخليه يكلمه بيكتشف انهم قتلوه. في الوقت ده ابها كانت في المكان اللي اتقتل فيه الشخص وبتسال مين اللي عمل كده، والمفاجاه ان سينغ بيعترف ان هو اللي قتله، وقتل كمان دابلو وكل رجالته، وهي بتؤمر رجالتها انهم يقبضوا عليه. في الوقت ده بابلو بيكون عارف ان راجش هو اللي قتل اخوه، وبيعرفوا ان سينغ مخبيه، وبيتصل على نارن علشان يعرف الولد فين. ساعتها ابها كانت بتحقق مع سينغ وبيجي لها مكالمه، وبتعرف ان رجاله بابلو بيدوروا على راجش ومش لاقيينه، وبتسال سينغ عن مكانه وان حياه الولد في خطر، بس بيقول لها انا معرفش مكانه. وبعد شويه نارن بيدخل لسينغ وبيخليه يتكلم مع بابلو، وبيقول له انهم لقوا الولد وبكره هيعلقوا على نفس الشجره اللي اخوه اتعلق فيها. ساعتها سينغ بيخاف على الولد وبيهرب من المركز وبيروح هناك، بس بيلاقي انه اندحك عليه. بعدها رجاله بابلو بيحاصروه وبابلو بيسالوا على مكان راجش، بس سينغ بيقول له ان محدش في الدنيا دي هيقدر يلاقيه. وهنا بابلو بيتضايق وبيهجم عليه، بس سينغ بيديله واحده ورجالته بيتلموا عليه وبيمسكوه، وبابلو بينزل عليه لحد لما بيكسر له جسمه وبيترمي على الارض. وقتها ابها بتكون عرفت باللي حصل وبتاخد العساكر وبتروح على هناك بسرعه، بس اول ما بتطلع نارن بيتصل على بابلو وبيقول له انها في الطريق. وقتها بابلو بيطلع سلاحه وبيوجهه ناحيه سينغ، بس بيضرب الرصاصه في الارض وبيقول له انا هخليك لحد ما اقتلك انت والولد في يوم واحد. وقبل ما يمشي بيحذر الناس ان اي حد هيتكلم هيقتله بايده. بعدها ابها بتوصل وبتخلي العساكر ياخدوا سينغ المستشفى، ولما بتسال الناس عن اللي حصل محدش بيرد عليها، وجاغو بيقول لها ان بابلو مهددهم انه هيقتلهم لو حد اتكلم. وفي المستشفى جسوة بيجي يطمن على سينغ وبيقول له ان المنطقه مش امان وعايز ينقل راجش لمكان تاني، بس بيقول له يسيبه مكانه احسن. وبعد ما بيمشي ابها بتوصل وبتطلب من سينغ يقول لها على مكان الملفات والقضايا بتاعه بابلو اللي هو شايلها له، بس بيقول لها انا هتعامل معاه لما اقوم من هنا. وفي نفس الوقت رجاله بابلو كانت في مكتب سينغ بتدور على الملفات دي. وبالليل سينغ بياخد ابها على مكان سري وبيفتح لها الخزنه وبيوريها كل الملفات بتاعه بابلو ورئيس الوزراء، والحاجات دي توديهم في 60 داهيه. ولما بيسالها هتعملي بيهم ايه بتقول له انها هتعمل المطلوب، وبابلو هيكون في السجن قريب. وتاني يوم بتقابل اتنين مناصبهم مهمة في الدولة وبتديلهم الملفات دي وبتقول لهم إنها عايزة أدلة أكبر على الملفات دي. بعد كده بتروح عند رئيس الوزراء وبتلاقيه جايب والدتها عنده وبيفكرها هو عمل إيه معاهم زمان وهي دلوقتي بتعمل فيه إيه. فقالت له أنت لو فاكر إنك بتهددني تبقى غلطان، أنا مش بتهدد وهعمل اللي في دماغي برضه. وبتقول له يستنى عليها شوية وكل واحد هيعرف اللي ليه واللي عليه، وبتخليه يمشي وهو متضايق. وبالليل في السوق نارن بيشوف جسوة بيشتري كتب مدرسية وبيسأله لمين دي، فبيكذب عليه وبيقول له لابني، وبيعرفه ان الامتحانات قربت وابنه مطلع عينه على الكتب دي. وبعد ما بيمشي نارن بيسأل واحد هو ابنه عنده كام سنة، فالراجل بيقول له جسوة ما عندهوش اولاد اصلا، وبيعرف ان هو اللي مخبي راجش. وفعلا بعد شوية بيطلعوا على هناك وبيقتلوه وبيخطفوا الولد، وبعدها بيتصلوا على بابلو وبيعرف ان راجش بقى معاهم. في الوقت ده ابها بتوصل عنده وعرفته ان معاها ملفات توديه في 60 داهية وبتأمره يرجع الولد احسن له. وتاني يوم امرت بيتصل على بندي من بيت والدته وبيقولوا لو عايز والدتك سليمة قابلني في السوق. وفعلا بيروح له بس بيبقى متنكر في زي واحدة ست، بس سينغ بيشوفه وبيفضل يجري وراه لحد لما بيلاقي امرت في وشه. وبنعرف ان دي كانت خطة علشان يمسكوه، وسألوه على مكان الولد بس مرضاش يتكلم. بعدها بابلو بيتحرك علشان يروح يخلص على الولد، لكن في الطريق بيلاقي بندو قدامه مشنوق، فبيكلم سينغ وبيقول له مهما عملت انا برضه هقتل الولد ومش هسكت غير لما ارجع حق اخويا. وفعلا بيروح لمكان الولد، بس بنعرف ان سينغ كان بيراقبه وكلم ابها وعرفها المكان، وهي بتطلب منه ما يعملش حاجه لحد لما توصل عنده. بس طبعا الكلام ده مش بيحصل، وبنشوف بابلو وهو جايب الولد علشان يخلص عليه، ما يعرفش ان البلد كلها كانت موجوده وهتخلص عليه هو ورجالته، وبيهجموا عليهم وبيفضلوا يضربوهم ومش بيرحموا اي حد فيهم. وسينغ بيقدر يدمر بابلو وبيعلقه وكان هيشنقه، بس ساعتها بتوصل ابها وبتطلب منه ما يعملش كده ويسيب القانون هو اللي يحكم عليه، بس الناس كلها كانت عايزاه يخلص عليه وفعلا بيشنقه، بس ابها بتضربه
طلقة في إيده، وطبعًا بابلو بيستغل ده وبياخد بعضه وبيهرب من المكان، بس أبها مش بتسيبه وبتجري وراه، بس كان عامل لها كمين وبيضربها، وكان بيحاول يخلّص عليها، بس ما يعرفش إن دي بطلتنا اللي هتنهيها، وبتنزل فيه وبتدّي له لحد لمّا بتطلّع عينه، ومش بيتبقى في جسمه حتة سليمة، وبتقدر إنها تقبض عليه. ساعتها الصحافة كانت مالية المكان وبيسألوها إيه اللي حصل، فبتقول لهم ما فيش. بابلو لمّا عرف إن عليه قضايا كتير وخلاص نهايته قرّبت، قرر ينتحر، بس قدرنا نلحقه في الوقت المناسب وقبضنا عليه. وهنا بينتهي فيلمنا، ودي كانت نهاية السيناريو الجميل بتاعنا، بس مش نهاية ملخصاتنا أكيد. ولو عجبتكم الحلقة دي ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل جديد، وشكرًا.